حكموا عليه بواحد الحكم خاطئ، ما كاين حتى شي دليل صحيح باش سعد يمشي 6 سنين. وماشي هو اللي مشى عندها، هي اللي جات عنده برضاها. اذا راه ماشي اغتصاب. On a senti une sorte de mépris de la part de la cour contre cet acteur marocain. كنا عارفين ان سعد المجرد تحكم عليه ب6 سنين ديال الحبس. كنا عارفين ايضا ان هذه القضيه هي من اعقد القضايا، بحيث من اكتوبر 2016 حتى لدابا وبقى القضيه ما سالاتش. 7 سنين والتحقيقات كدير في هذه القضيه. لماذا 7 سنوات؟ المشكلة في القضاء الفرنسي اليوم للذين لا يعرفون هذا الشيء هو أن ملفات عديدة جدا تأخذ سنوات وسنوات. كاين لغز كبير في قضيه لورا بريول وسعد المجرد، لذلك في هذا الفيديو ما غاديش نمشي من جانب لورا بريول ولا من جانب سعد المجرد، بحيث في هذا الفيديو غادي نعرض عليك الحقيقه كامله، وانت او انت كيبقى لك القرار تنحاز للجهه اللي كتناسب المنطق ديالك. كنتمناو الوالدين ديالو والزوجه ديالو الصبر، وفهمتي هي صعيبه ما ساهلاش، باخاص في فرنسا فهمتي ما تنقول لك ما يستاهلاش. السؤال المطروح هو واش سعد المجرد بصح غادي يضرب هاد 6 سنين ديال الحبس كامله، اولا كاينين شي حقائق اللي غيعتمد عليهم محامي سعد المجرد اللي يقدروا يساعدوه في انه يخرج بسراح مؤقت او تخفف العقوبه عليه. هل المحامي اللي مكلف بالقضية طلب يتم استئناف يخرجوا بالكفالة أو كده؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو عند خوكم السائم. الا كنت عزيز عليك دير جيم وابوني وخلي لي الراي ديالك في لي كومونتير ونبداو لا فيديو. وكنتمناو من الام ديالو ولا لنزها وباه باش يعبدوا، يعني الله يصبرهم في هذه المصيبه هذه ان شاء الله. حامله ويلا مكون اسره وعريس جديد وبزاف ديال الامور اللي يمكن ما كانش في الحسبان مثل هذا اليوم هذا ولا هذا. المحاكمه ديال سعد المجرد هاد الايام دات وقت كثير بخصوص قضيه اغتصاب وعنف اللي متهم بهم من طرف لورا بريول. هاد القضيه هادي بدات نهار لورا بريول دارت شكوى ضد سعد المجرد في اكتوبر سنه 2016، وكانت عندها بالضبط ديك الوقيته 20 عام. اللي وقع هو انه ديك الفتره سعد المجرد كان في فرنسا، وكانت عنده حفله نهار 29 اكتوبر 2016، وايضا كان حاضر لواحد شو ديال قاد المالح نهار 25 اكتوبر 2016. الشيء اللي خلاه ديك الفتره قبل ايام يمشي يسهر في واحد الملهى ليلي هو وجوج من صحابه. المهم حسب ما اكدت لورا من جهتها انها لحقت عليهم باش يسهروا ويشربوا مجموعين، وحسب ما يقال من بعد ما سالاو مشات مع سعد المجرد للفندق ديال واحد من صحابه في شونزيليزي. وباش نشوفوا المشكل من جانب اكبر غادي نشوفوا كل واحد فيهم شنو قال في هذه القضيه، ونبداو باول وحده واللي هي لورا بريول، واللي كتقول انه من بعد ما سالاو السهره مشاو للفندق، وسعد بدا كيحاول انه يتقرب منها حتى لواحد الوقيته اللي ولا كيضربها فيها الى ان اغتصبها. وحسب ما قالت انها باش تدافع على راسها حاولت انها تقمشو وتعضو باش يبعد عليها، الا ان سعد المجرد شدها وعاود ضربها مره اخرى حتى تمكنات بمشقها انها تهرب منه، اللي خلاها توجه للبوليس ودير به شكوى بتهمه الضرب والعنف والاغتصاب. اما الا جينا نشوفوا من جهه سعد المجرد فهو كيرفض هذا الاغتصاب تماما، وكيقول انها هي اللي كانت باغا بخاطرها وان كل شيء كان بالخاطر، واللي اعترف به وقال بانه ديك الوقيته كان شارب وكان كيتعاطى لداك الشيء اللي كتشوفوه قبالتكم. المهم ان في المحكمه اكد وقال بانه كيحترم النساء بزاف، وان الراجل الحقيقي هو الراجل اللي ما كيضربش المراه وزيد وزيد. واللي زاد اكد ايضا ان في السنوات الاخيره عانى من الاكتئاب لفترات طويله بسبب هذه القضيه، الشيء اللي خلاه يتوسل ويطلب من لورا في المحكمه انها تسمح ليه، حيت حسب ما قال لها في المحكمه هو انه السمعه ديالته على البحك، وانه ولا كيشوف الحفلات ديالو كتلغى وحده مورا وحده. داكشي علاش كيحاول انه يصور فيديوهات في يوتيوب باش يكسب الفلوس، واللي قال بانه كيضرب عليهم تمارين ديال بصح باش يجيب واحد الصالير ديال 10000 اورو حتى ل 15000 اورو. فإلا لاحظتوا معايا القضيه معقده ديال بصح، بالاخص فاش بانوا من جديد شكايات اللي كانوا عنده في الماضي واللي كتصب في اتجاه واحد واللي هو الاغتصاب. تواصلت معها نساء من المغرب وخارج المغرب. قالوا للغة بريول بأنهن تعرضوا للاعتداء الجنسي من طرف سعد المجرد، ما جعل لغة تطالب بحقها وحق هؤلاء النساء اللواتي لا يستطعن أن يتحدثن في العالم العربي عما حدث لهن من طرف سعد المجرد. اول قضيه كانت عند سعد المجرد كانت سنه 2010 في ميريكان، وتقادات الامور بالفلوس وما بقاوش كيلاحقوا فيها. اما ثاني قضيه فكانت سنه 2017 في الدار البيضاء مع بنت مغربيه من اصول فرنسيه واللي قالت بانها تعرضت للاعتداء والضرب سنه 2015.
ومن موراها في 2018 توجهت لي عاوتاني قضيه في فرنسا واللي اتهمته الضحيه بانه اغتصبها بالضبط في سان تروبي، مما ادى لانه تحبس فيها شهور وشهور، لكن سلك السراح ديالو بشرط انه كان واضع جهاز تعقب من عند بوليس من بعد ما خرج. وكيف ما كتشوفوا ان هذه القضايا ساهمت بشكل كبير في انه ياخذ هذه العقوبه ديال 6 سنين ديال الحبس، بالاخص فاش اعترف في المحكمه انه اعتدى عليها بالضرب في الاوتيل. وفاش ايضا مسؤولين في الاوتيل شهدوا وقالوا بانهم سمعوا صوت ديال شخص يستغيث وبكاء وزيد وزيد، وهنا بغاو يقصدوا لورا بريول. واللي اكدوا بعض الاشخاص يوم المحاكمه هو ان سعد المجرد والاقوال ديالو للاسف ما ثبتاش، وكاين تذبذبات في القضيه، في حين ان لورا بريول بقات ثابته على نفس الكلام اللي قالته من الاول، اللي خلى ان محامي لورا بريول يكون عنده يقين بان لورا غادي تاخذ الحق ديالها. لذلك نريد أن يعاقب ويدان بالحقائق، وبعد ذلك يمكننا المضي قدما. إنها قوية ومصممة، إنها تريد تحقيق العدالة بعد مرور 6 سنوات من الانتظار. وداك الشيء بالضبط اللي وقع، حيت من بعد غرفة تحقيقات أكدت أنه كاين اعتداء جنسي، اللي دفع محامي سعد المجرد أنه يعرض 400 ألف يورو على الضحية مقابل أنها تسمح ليه وتنسى القضية. يجب التذكير بأن لغة بريول تطالب بأن يأخذ القضاء مجراه، ورفضت ما عرض عليها، يعني عرض عليها شك بمبلغ كبير جدا ورفضته. تريد قيل أنه 400 ألف يورو، هل صحيح هذا المبلغ؟ فعلا هذا المبلغ يعني هو الذي عرض على لغة بريول. لكن لورا بريول رفضت الفلوس وبغاتو يتحاكم، زائد أنها قلبات على ضحايا آخرين اللي تعرضوا للاغتصاب أيضا من طرف سعد المجرد، ورفعت دعوى باسمهم، الشيء اللي دعم القضية ديالها بزاف وبزاف، اللي خلى أنه يخرج قرار من محكمة الجنايات الفرنسية يوم 24 في شهر جوج 2023 تصويت 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين بتهمة الاغتصاب. يعني 7 من هيئة المحلفين صوتوا على أن سعد المجرد دار هاد الفعلة، فقط 2 منهم صوتوا بالعكس، الشيء اللي خلى محكمة الجنايات تصدر قرار باعتقال سعد المجرد بتهمة الاغتصاب ولمدة 6 سنوات. طب 6 سنين، واحد اللقطة بين الزوجة ديالو ولا لا فام ديالو غيتا دازت بحال هكا، الكلمة دابا تشوفني بحال هكا انا ستريسي وانت حتى ستريسي بحالي، راسي تسمى مغربي وحنا مغاربة. وهاد التصريح ديال محامي لورا بريول بعد الحكم على سعد المجرد. Nous sommes évidemment très satisfaits par ce verdict, puisque c'est la réalité judiciaire qui rejoint la réalité des faits. C'est un long combat pour Laura qui se termine aujourd'hui par la reconnaissance de son statut de victime de viol. واللي خاص يعرف الكل ان سعد عنده الحق بالاستئناف، وان هذه المده يقدر ما يدوزهاش كامله في الحبس. اليوم تحكم على سعد ب6 سنين، سعد ممكن انه هو يستأنف القضيه وينقص سنوات مثلا من هذه 6 سنين، وبالتالي ممكن يقضي فقط فتره وجيزه. بالاضافه الى هذا ممكن انه هو يعني يقترح فلوس علشان يطلع من الموضوع، فممكن انه بكل بساطه ما يقضيش 6 سنوات كامله في السجن، هذا اكيد يعني شور. فإلا وصلتي حد هنا خلي لي جيم والرأي ديالك في الكومنتير بخصوص هذا الموضوع، ومع السلامه.